جالي اتصال من بنت عندها 18 سنة، أو لسه في أول 18 سنة. كانت بتشتكي من موضوع هو يبان في أوله إن هو موضوع عادي جدا، سب وقذف. إن في رقم على الواتساب بيشتمها وبيغلط فيها وبيقول لها كلام مش كويس وبيخوض في عرضها. لحد هنا الموضوع بالنسبة لي عادي يعني، حاجة مش مريبة يعني. ولكن البنت لما اتكلمت معايا في تفاصيل أكتر كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة. ليه؟ طب كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة. أول حاجة، بالكلام والحوار مع البنت، قالت إن الشخص ده كانت تعرفه، كانت مرتبطة بيه عاطفيا. برضه مفيش مشكلة، يعني يمكن هنقول إن البنت دي كان في بينها وبينه علاقة غرامية، والمرحلة معينة خلاص هو مش عايز يكمل أو هي مش عايزة تكمل، فهو اتقهر فبدأ يشتمها على الواتساب ويغلط فيها. طيب، دي جزئية. بالكلام أكتر معاها والتفاصيل فهمت إن الشخص ده ما تربطوش بيها أو ما يربطهاش بيه مجرد علاقة عاطفية أو علاقة حب. طيب يا ست، إيه اللي حصل؟ قالت لي أنا والله العظيم عندي 18 سنة زي ما قلت لحضرتك، وما عنديش أي معلومات عن أي حاجة، بس هو حصل حاجة كده بيني وبينه، وأنا آه خايفة أهلي يعرفوا ومش عارفة أعمل إيه. طيب ماشي، إيه المشكلة؟ المشكلة إنها كتبت معاه عقد عرفي. نخلي بالنا إن الولد اللي هو كتبت معاه عقد عرفي ده فوق ال 21 سنة، يعني هو مش قاصر، شخص بالغ وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا. تمام. طيب، البنت اصلا قاصر، هي اقل من ال 18 كمان. طيب، الكارثة هنا ان الولد ده الموضوع مش متوقف على السب والقذف او ان هو بيشتمها او بيهددها او بيخوفها، لا، ده الولد واخد منها عقد عرفي على اساس ان هو هياخد العقد العرفي ده، قال ايه، هيروح يوثقه علشان خاطر آه، يقدر ان هو يبقوا مع بعض لحد مرحلة معينة، وبعد كده هيجوزها عرفي. هيجوزها رسمي، عذرا. يعني المفروض ان عقد العرف ده يعني هو ضامنها بيه لحد ما هي تخلص الدراسة بتاعتها، وهو يخلص الدراسة بتاعته عشان هو تقريبا في تانية كلية، ويقدر ان هو يتجوزها. طيب، يعني الموضوع ده مرعب بالنسبة لي في حاجة واحدة بس، ان البنت راحت آه، اتجوزت عرفي، وحصل بينها وبين الولد تجاوزات، وشتمها وقل أدبه عليها وهددها، وكل ده أهلها ما يعرفوش حاجة. الموضوع ده يستدعي إن احنا نبص على تصرفات أولادنا بيعملوا إيه، خصوصا البنات. هنا بس عشان بس ما ندخلش برضه في نقطة تانية، أنا مش بشتم كل البنات اللي في مصر، ولا بقول إن دي السمة العامة ولا الكلام ده كله، عشان بس إيه محدش يحرقوا الكلام ويطلع يقول لك إيه ده الاستاذ محمد بيشتم ومصر ومش مصر، وندخل في قصه كده مش لطيفه يعني. لكن اللي انا عايز اوصله لحضراتكم، كل واحد يراجع هو اولاده بيعملوا ايه على التليفون بتاعهم، يمسك تليفوناتهم، يراجع تليفوناتهم. والقصه اللي انا بتكلم عليها دي مش قصه من وحي خيالي، ده قصه موجوده بالفعل، ومثبوته بالشات ومثبوته بالمكالمات ومثبوته بكل حاجه بيني وبين البنت، علشان بس ايه محدش يفتكر ان انا بألف قصة علشان خاطر ايه حد يشوف ولا الكلام ده كله. لكن انا والله العظيم اولا واخيرا طلعت عشان ابرأ ذمتي قدام ربنا، والناس تاخد بالها ان الموضوع ده يعني مرعب. انا بالنسبة لي مرعب، لان بنت 18 سنة تروح تتجوز عرفي، وعلى اعتقاد منها ان الجواز العرفي ده شيء عادي جدا. يعني هي معتقدة في قرارة نفسها ان الجواز العرفي ده شيء عادي وشيء شرعي، والولد اقنعها بكده. ان زي ما انا قلت لحضراتكم الولد عارف كويس جدا هو بيعمل ايه، عشان كده هو اقنعها ان هي تكتب العقد العرفي وان هي تمضي عليه والكلام ده كله. فطبعا الولد ستيل حتى الان بيهددها علشان خاطر
إن هي تستمر معاه، لأن هي مش عايزة تستمر، ولكن هي عايزة، لكن هو عايز يستمر في العلاقة الموبوءة دي. تمام. طبعا هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون، والمستندات الإلكترونية اللي معاها، إذا كان في سب وقذف، وإذا كان في صورة العهد اللي هو بيهددها بيها، أو أي تفاصيل تانية هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بيها. ولكن أنا هنا مش بتكلم علشان على الموضوع كقضية أو كشغل أو كقصة إحنا بنتكلم فيها، لكن أنا بتكلم عن الموضوع هنا كتوعية. الموضوع يا جماعة بقى خطير جدا. يا ريت كل واحد يشوف ولاده بيعملوا ايه، بيتفرجوا على ايه، بيشوفوا ايه، صحابهم مين. لان الفساد كله والمشاكل كلها بتحصل من هنا. كل واحد يخلي باله من اطفاله ومن اولاده، علشان لما توصل ان بنت عندها 18 سنة تبدأ ان هي تروح مش تعرف الولد ده او تمشي معاه، لا ده هي تروح تتجوزه عرفي. يبقى احنا كده دخلنا في مرحلة لازم ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل، ونبدأ نعالج الخلل. نبدأ نقعد مع عيالنا، نحضنهم، نبوسهم، نطبطب عليهم، نفهم مشاكلهم. نبدأ نحاول ندخل في حياتهم بشكل ما يبقاش فيه نوع من أنواع التسلط أو العنف، أو نوع من أنواع نقدر نقول السيطرة. لازم تصاحب ابنك أو بنتك، تخليك قريب منه، علشان لو انت ما صاحبتوش وقربت منه هيبقى فريسة لحد تاني متعرفش هو ممكن يعمل معاه ايه. فيا ريت يا جماعة نخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا. وده مثال من ضمن الأمثلة، من ضمن عدة حالات، وحالات كتير جدا جات لي ولكن بروايات مختلفة. هبقى برضو أحكي لحضراتكم عليها تباعا، علشان كل واحد لو شاف في بنته أو ابنه إن هو مش مظبوط في تصرفاته يبدأ يراجع نفسه، يبدأ يراجع ابنه ويشوفه أو بنته بتعمل إيه. تمام. فالموضوع ده مهم جدا. يا ريت كل الناس تحاول إنها تشوف عيالها بيعملوا إيه بالظبط.